البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة شفلور في الفرن. وصفة بزاف بنينة، تاكلوا ما تعرفوش واش راكو تاكلوا من بنتها، ما تجيكمش كامل ريحة شفلور. كان عندي راس شفلور صغير فيه نقيتو كيما راكم تلاحظوا الديبوكي صغار، قطعتهم نقيتهم مليح، نحيت له كامل السواد اللي فيه بسكرفاج. طريقة سهلة وسريعة جدا. كنت درت كسرونة تاع الماء تسخن، درت فيها الملح وريق قارنت وحطيته يطيب. بعد ما طاب الشفلور ديالي درتو في كسكاس وخليته يقطر. من جهة اخرى نروح نحضر لاماريدان ديالي. حطيت 2 حبات بيض كيما راكم تلاحظوا، نزيد معاهم انا درت 2 سنينات ثوم كبار، تقدروا ديروا 4 سنينات صغار. وطبعا حسب كمية الشفلور اللي عندكم، البيض تزيدوا 2 حبات 3 حبات 4 حبات على حسب الشفلور اللي عندكم، والثوم تاني كامل المقادير تضاعفوهم على حسب كمية الشفلور اللي عندكم. طبعا كيما شفتوا انا راس الشفلور ديالي صغير، سي درت 2 حبات برك والكمية كامل قليلة. زدت معاهم شوية معدنوس، عفوا بزاف معدنوس، قد ما ديروا معدنوس فيه مليح، انا نحب معدنوس. زدت ملحت، درت حوالي مغرفة كمون، مغرفة فلفل اسود، ومغرفة كركم. زدت معها حوالي مغرفة كبيرة زيت الزيتون، ونص حبة ليمون. هذا الليمون هو اساسي في هذه الوصفة، هو اللي ينحي هذيك الريحة تاع الشفلور. تعصروا نص كامل، يعطي لها واحد البنة سبيسيال. كما قلت لكم هو الاساس في هذا الماريناد. من جهة اخرى نحكم البلا ديالي اللي يدخل الفرن، نجيب شوية زبدة وندهن البلا ديالي مليح كما راكم تلاحظوا. كنت قليت 3 حبات بطاطا نحطهم لتحت، كما تقدروا تستغناو عليهم. تقدروا ديروا شفلور وحده، انا الكميه صغيره تاع الشفلور سي بوغ زدت لها شويه بطاطا. نسوي هذيك البطاطا مليح، نسوي لها الوجه ديالها، من بعد نحكم هذيك لا ماريناد اللي كنت خدمتها معاكم، نخلطها مليح كي دياولي ونديرهم لداخل. لازم يتغطاو مليح بهذيك التتبيله. اذا حبيتوا ياكلوا لكم شفلور لازم يتغطاو مليح، ما لازمش تخلوه لهم بيض، ماشي غير في هاد لاغوسات، حتى في لي غوسات الاخرين، حتى تقلوه ولا ديروه في طاجين واحد اخر لازم التتبيله هذيك تدخل مليح. كمل كامل عندي الكميه اللي ونروح نحضر البيشاميل البارده اللي تجي رائعه. نحط كاس حليب وكاس زيت، ونجيب البغا ونضربهم شويه، نزيد معاهم شويه فرماج رابي. الفرماج حسب الرغبه، تقدروا ديروا فرماج مثلثات، فرماج رابي. انا درتو غير بفرماج رابي وتجي رائعه. كما تعرفوا نكثروا بزاف الفرماج، اللي يحب ريجيم ينقص شويه الفرماج. نزيد معاها مغرفه فرينه ونضرب كامل المكونات مع بعض. جينا ماشي كيما المايونيز، خفيفه شويه على المايونيز. دوك تشوفوا القوام ديالها معايا في الاخر. نضربها مليح حوالي 3 دقائق، تجي كيما لا كريم فريش. هاي ليك شوفوها القوام ديالها.
نغطيها كامل، نغطي الوجه تاع البلا ديالنا كامل بها. في هذه المرحلة تقدروا تزيدوا فرماج رابي من الفوق كيما تقدروا تستغناو عليه. انا استغنيت عليه، انا حبيت نقص شويه فرماج. وهنا راهي واجده ندخلوها للفرن. راهو كلش طايب، تاخذ لون وتشوفوها معايا. وهنا بعد ما طابت كيما راكم تلاحظوا نروحوا نقدموها مع بعض. صدقوني الرائحه راهي تشهي، يجي بزاف بزاف بنين، تاكلوه ما راكوش عارفين واش تاكلوه، ما تجيش كامل ريحه الشفلور فيه، يجي ولا اروع. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نلتقي في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.